الفضيحة اللي حصلت النهاردة في مباراة المغرب والسنغال تحت 15 سنة لازم كله يعرفها. المباراة مكسب وخسارة، ولكن لما تكون مباراة تحت 15 سنة وده الطبيعي أمام منتخب السنغال تحت 30 سنة، هو ده اللي ما كانش ينفع نقوله. تخيل دول لاعيبة منتخب السنغال تحت 15 سنة، شايفين ده لاعب المفروض عنده 12 13 سنه، شايفين وجهه، شايفين الاعمار، هو ده اللعب بالتسنين زي ما احنا بتقول. هي دي منتخبات افريقيا اللي متعودين عليها. انا عايزكم تقارنوا، تخيل الحارس دوت واللاعب ده واللاعب ده عنده اقل من 15 سنه، وتشوف لاعيبه منتخب المغرب عيال صغيره لسه. بص، ده الطبيعي بتاعت لاعبي منتخب المغرب تحت 15 سنه، يعني ده طفل عنده 15 سنه 14 13، مش المهزله اللي احنا بنشوفها ديت. كلاكيت تاني مره هم كده منتخب السنغال، بل منتخبات افريقيا كلها في الاعمار دي بتلعب بالتسنين، بتلعب وبتضرب الشهادات زي ما انتم عارفين. ولكن لازم نطلع ونوضح، المباراه النهارده كانت مباراه غير متكافئه، مباراه ما بين اشبال عندهم تحت 15 سنه ولاعبي منتخب السنغال تحت 30 سنة، هو ده. ولكن النهارده ما كانش في تكافؤ. هيطلع اخواتنا من المغاربه يقول لهم هارد لك، عملت اللي عليكم، مباراه ونتعلم منها. ولكن فين اللي اتعلم اللي احنا نتعلمه منها؟ اشبال صغيره عندها 15 سنه بتلعب مع اشحطه عندها اكتر من 25 و30 سنه. فين الاتحاد الافريقي؟ فين العدل اللي انتم بتدوروا عليه؟ هو فين كشف الاتحاد الافريقي للمغناطيسي دوت، ولا التنويم المغناطيسي اللي بتنيلوا يعملوا مع لعيبه زي دي؟ هو انتم مش شايفين الفرق، ولا احنا لازم نمشي غلط زيهم علشان نعرف نواجههم؟ هو ده للاسف بيحاولوا يقابلوا المنتخبات المغربيه، وعلشان يفوزوا عليها لازم يلعبوا بالتسنين، لازم ينسحبوا، ما ينفعش يفوزوا بارض الملعب، لازم الاسلوب والاساليب الملتويه علشان يقدر يفوزوا، لان للقاره بقى ليها بطل وهو المنتخب المغربي. واللي حصل النهارده في بطوله افريقيا للمدارس تحت 15 سنه امام المغرب ومع منتخب السنغال فضيحه بمعنى الكلمه، ولازم كله يعرفها، لازم كل الناس تشوفها. محدش يفرح ويقول لي اهو متعلمهم، اهو مواجههم منتخب قوي. لا، ده مش قوي، ده منتخب فرق في الاعمار، فرق في السنين، فرق في الاحجام وفي الاطوال، فما فيش تكافؤ. ولازم تدخل الاتحاد الدولي، والاتحاد الدولي وقف قبل كده منتخبات، وانا واثق اللعيبه دي كبار في السن، ممكن يكون كمان عندهم منشطات. اللعيبه يا جدعان ايه ده؟ ايه اللي مفيش فرق. الفروقات واسعه، فين؟ مش في المهاره، في الاحجام، في الاعمار، وده اللي هيكشفه. سلام.